السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف 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 مبروك لكل الأهلوية. ألف 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 مبروك لعشاق الفانيلا الحمراء. ألف مبروك للجماهير واللعيبة. والله يسامحك يا محمد يا عم منعم، كنت هتبوظ الليلة. بس ألف ألف مبروك. يوم النهاردة جميل. تالت سهرة رمضانية في رمضان. الأهلي الحمد لله 3 مباريات على التوالي فوز. يخلي الواحد يتسحر وهو مبسوط ومستريح، مش زي غيرنا. اليوم النهارده يتقال فيه حوالي بتاع 15 منشط تقريبا يعني. منهم بس على سبيل المثال للحصر، مثلا ممكن نقول الاهلي يكسر الطموح. ممكن نقول نادي القرن والتاريخ يفوز على نادي البيزنس والفلوس. لا جديد يذكر، الاهلي بطل كاس مصر للمره ال 38 في تاريخه. الاهلي يقول الطموح طموح وتاخد غيرها. في إحدى السهرات الرمضانية الصعبة، الأهلي بطل الأبطال الدائم والأوحد في مصر. بشكر بجد كل لعيبة الأهلي، وعلى رأسهم أولا ونجم المباراة النهاردة حسين الشحات. بطل بطل بطل. لو بدي درجات، حسين الشحات النهاردة ياخد 10/10. 10/10، ما يقلش واحد من 1000 من 10، ما يقلش واحد من 1000 من 10. بعديه علي معلول صاحب الزغلول طبعا. ياسر ابراهيم نزوله واللي يعتبر اسيست الجون الاولاني، وربنا يستر والحمد لله ان ربنا ستر وما اتحسبتش اوفسايد عشان تكمله كهربا وياسر ابراهيم الاتنين في نفس الدرجه. وبيجي بعد كده مروان عطية. بجد 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 لعيب يثبت كل ماتش وكل دقيقة بيلعبها في الأهلي إن هو فعلا 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 إضافة هايلة وجميلة للأهلي. آه، باقي اللعيبة ممكن بقى استثناءات خفيفة في الدرجات. هاني بيرستو النهارده كان سيء جدا، مع الأسف الشديد مع الأسف الشديد إن هو ما كانش في ربع مستواه النهارده. الشناوي بجد لازم تقف مع نفسك وقفه كبيره قوي قوي يا شناوي قوي. علي لطفي بصراحه الماتش اللي لعبه بتاع غزل الماتش اللي فات ما كانش عنده ولا غلطه. انت الكره الاولانيه اللي وصلوا بيها فاول مش عارف ملوش اي 80 لازمه. لو بترتيب صبعك كنت واقف عدل هتطلع كورنر، خلصت الليله على كده واشترينا دماغنا واحنا كنا مهاجمين اصلا. يعني بامانه لازم تقف مع نفسك جامد. محمد عبد المنعم مش انت لعيب دولي، المفروض ما فيش حد يستفزك ويوصل معاك لمرحله انك تاخد كره زي دي ولا تاخد انذار في ماتش زي ده في وقت الاهلي مش فارق فيه بالسور كبير والفرقه اللي قدامه مش ضعيفه. فرقه عايزه تاخد اي حاجه، وتخيل لو تاخد بطوله زي دي من النادي الاهلي. محمد شريف طبعا الوقت ما اسعفوش وكان بيلعب بيعتبر ناقص يعني، حتى كان الخطه اللي مبنيه ان هو ينزل ياخد الكوره وهو واليو ديانج ما لحقوش يعملوا اي حاجه. قفشه يعني مش وحش. الوقت اللعب والتغيير برضو ان هو كان تغيير اضطراري مكان السولية. برضو تغيير في الخطة وممكن ما يكونش كان محسوبة، طريقة مش محسوبة وكده. فبرضو ما اقدرش اضغط عليه جامد. طبعا مين تاني ناقص؟ خالد طبعا لما نزل بسم الله ما شاء الله يأدي في مكان غير مكانه. كان بيلعب النهارده على انه مساك، او في الاهلي في الاخر اصلا الاهلي تقريبا كله كان بيلعب دفاع، فما كانش باين اذا كان هيكمل كان هو مساك ولا كان هو ولا محمد هاني. حمدي فتحي الجون اللي مدخله جون رائع. قرا صح وشاف صح وجري صح، وبرضه اسيست حسين الشحات. بجد وبامانه وبكل حاجه انا بشكره على الجون ده. كنت هزعل جدا 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 لو بيراميدز خد بطوله، وخاصه لو خدها من النادي الاهلي. مش اي فريق معاه فلوس وخاصه في مصر ينفع ياخد بطوله مش بالفلوس.
دلوقتي عايزين نشوف بقى الاستثمارات اللي مفروض كانت بيتكلم عنها، يا ترى هتتسحب؟ اللعيبه اللي انت عملتها وجايبها بالملايين ديت، بطوله جديده خسرتها هيت. مفيش اي بصمه لفرقه بيراميدز على مصر. يعني حتى اللعيبه اللي بتلعب في منتخب مصر هي اصلا كده كده كانت بتلعب في منتخب مصر في انديتها اللي اتاخدت منها، سواء عبد الله السعيد او سواء رمضان صبحي او سواء ابراهيم عادل. كل دول كانوا بيلعبوا في منتخب مصر سواء في الناشئين او في الفرق الكبيره قبل ما يروحوا بيراميدز. واما راحوا يا اما مستواهم قل يا اما ما اتاخدوش. رمضان صبحي ما اتاخدش في اخر تجميعه. لكن فعلا فعلا في فرق بين انك تبني فرقه عشان خاطر تنافس بيها، وانك تبني فرقه عشان تهد فرق تانية موجوده. الحاجه الاهم اللي كشفتها البطوله ديت شركه تذكرتي، اللي انا اعرفه من زمان، وفي ناس كتيره بتخش عشان خاطر تحجز التذكره بالفان اي دي، ولازم تكون مسجل قبليها وحاجات من دي كده. طبعا النهارده بيراميدز الحمد لله اشترت التذاكر بتاعتها كلها، وتقريبا مصر كلها شافت الفيديو بتاع التذاكر اللي كانت محطوطه في الكرتونه. فمعنى كده ان الشركه ملهاش علاقه وملهاش بتاع بالنت، لان انا ما اخش دلوقتي عشان احجز حاجه من على النت ما الاقيهاش اصلا، يبقى ان انا دافع فلوسها للاتحاد او دافع فلوسها الله اعلم الشركه ديت ايه ظروفها. فمعنى كده ان مش كله من على النت، في حاجات كده اتسلتت من تحت كرتونه الحمد لله مكتوب فيها، ما فيش بقى واحد يقول فوتوشوب وواحد يقول مش عارف ايه. اتحاد الكوره اتكشف قوي، او شركه تذكرتي ما اقدرش اجزم مين السبب في الموضوع ده. يعني معنى كده ان في حاجه غلط، وعلامه استفهام على التحكيم. برضو التحكيم في حاجات كتيره النهارده في الماتش، انذارات وباينه وفاولات وباينه. ضربه الجزاء بصراحه ما اقدرش اجزم هي ضربه جزاء ولا لا، دي انا ما اقدرش افتي فيها بالرغم ان انا مش شايفها ضربه جزاء، لكن في عادات بينت كده وفي عادات بينت ان هي مش ضربه جزاء. بس ما بحبش اتكلم على موضوع ضربات الجزاء ده كتير، لانها فيري لاكي بجد بصراحه. يعني ممكن تيجي اصلا وكانت تيجي وتتشاط وتضيع، يبقى كأنك ما عملتش اي حاجه. ممكن حتى اللعيب بعدها يبقى نفسيته تحت ونفسيته وحشه، انه ممكن بعد كده ما يأديش، سواء ضاعت منه او الجون صدها او حاجات من دي كده. فبجد بجد بجد التحكيم في مصر لازم له وقفه جامده. نقطه اخيره هي ملهاش علاقه بالموضوع، بس الشيء بالشيء يذكر برضو بمناسبه التحكيم. الاسبوع اللي اتلعب كله من غير فار علشان خاطر فرقه سين، والكل طبعا عارف فرقه سين دي ايه. كانت عامله بطوله وديه كل الحكام بيلعبوا فيها، وبطوله دوليه وديه وفيها فار، فيها الحكام بتوع مصر كلهم موجودين. وطبعا ده كله عشان خاطر كانوا بياخدوا بدولار. سيبك بقى من بطوله كلها ناشئين ومن الكلام ده كله، عمر ما في بطوله اتعملت ناشئين ولا ماتش اتعمل ناشئين ودي كان في فار. ده دوري الدرجه الثانيه في مصر ما فيهوش فار. لكن شركه سين وفريق سين اللي ملاكه سين وصاد وعين ولام وميم وكاف ونون وه، اللي كلهم كانوا لعيبه كوره ومنهم واحد عضو في الاتحاد. يا ريت بس ايه يعني ما تبقاش الدنيا مفقوسه قوي كده. يعني ايه الاسبوع اللي فات يا دوب اول ما اخر صفاره خلصت في البطوله، تاني يوم وتاني ماتش بالليل فرق 24 ساعه 12 ساعه بالظبط كان في فار في ماتشات الدوري. واتحاد الكرة يطلع يقول لا ده الفلوس مع الشركة، ويطلع الوزارة والرابطة يقولوا احنا خلاص حلينا الموضوع مع الاتحاد. فين الفلوس بتاعت الأندية؟ فين فلوس التسجيل بتاعت اللعيبة؟ فين فريق لام اللي سجلت له لعيبته وعليه مديونات بالهبل؟ ومش احنا اللي قلنا، ده الفيديو اللي ظهر هو اللي قال الكرة في مصر على علامة استفهام كبيرة، والتحكيم 2 3 4 علامات استفهام، والمنظومة الرياضية مش في مصر مش هتتعدل طول ما الأسلوب ده شغال
مع الأندية وفي احتواء لأندية على حساب أندية، ما ينفعش. بجد الرياضة في مصر مش هتتقدم خطوة واحدة طول ما في حاجة زي كده. في النهاية ألف مبروك للأهلاوية، ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، وتصبحوا على خير وسحور سعيد.